محمد بن عبد الكريم الخطابي ماشي ملك، ماشي أمير، وماشي قائد دولة. هو رمز للمقاومة ورمز للكرامة ورمز لعصر كامل رجع فيه الريف المغربي درع مقاومة بوحده. زاد وسط عائلة فيها العلم والشرف، درس في القرويين ثم في مليليا، وخدم مع الإسبان كمترجم وكصحفي. كان فيه مزيج بين الفقيه والسياسي والضابط العسكري، وما جمعهم حتى شي واحد في ذاك العصر بحاله. من اللي شاف أن الاستعمار باغي يركع الريف، جمع القبائل ووحدهم بالكلمة والكرامة، وقال لهم: ما عندنا لا طائرات لا مدافع، ولكن عندنا الأرض وعندنا الإيمان وعندنا الشجاعة. في معركة أنوال 1921 وجه أكبر صفعة للاستعمار في تاريخه الحديث. الريف بدون طيران ولا مدفعية غلب جيش إسباني فيه آلاف الجنود، قتل أكثر من 13,000 جندي إسباني، وخلى أوروبا كاملة مصدومة، حتى اعترفوا وقالوا أن الخطابي حط أساس حرب العصابات الحديثة. فرنسا وإسبانيا داروا تحالف ضده، استعملوا الغازات السامة، الحصار والإشعاعات، وداروا ما في جهدهم باش يقضيوا على ثورة الريف. في 1926 الخطابي سلم راسو باش يحمي المدنيين، نفاوه الجزر النائية ثم مشى لمصر، وكيقول في رسالة وداعية وهو متأثر: أنا ما استسلمتش، أنا حميت الريف من الإبادة.